الكرة المصرية من فين ولفين ولحد امتى؟ ده اللي هنعرفه النهارده في المدرب بيقول ايه. بس قبل اي حاجه اسلم على جو. ازيك يا جو؟ عامل ايه يا نجم؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ بقالنا حبه احنا. بقالنا كتير اه ظروف بقى. يلا ظروف. بينا نخش على الدنيا. بص باختصار كده، مش هنطول برضو في الجزئيه دي. شفت ازاي اللي حصل مع منتخبنا في بطوله كاس الامم الاخيره؟ بص هقول لك على حاجه، يعني لو جينا نتكلم، الحمد لله اللي احنا وصلنا نص النهائي. يعني كلنا تقريبا، حتى احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل البطوله. يعني اكتر المتفائلين ما كانش متفائل ان مصر اصلا ممكن تعدي من دور ال 16 او دور الثمانيه مثلا. لا ده انت وصلت نص النهائي، وكان ممكن تعدي لولا الهدف اللي جه في الاخر ده. اداء متواضع. نقدر نقول ان كويس اللي احنا عملنا كده، ولكن حسب الامكانيات حسب المتاحه. امكانياتك المتاحه واللعيبه اللي كانت متواجده في الملعب. بتشوف لعيبه بدات اول ماتش في البطوله، بعد كده كابتن حسام بيغير. فتقريبا كابتن حسام ما كانش يعني كانش ثابت على تشكيل في كل مباراه. شفنا في اول ماتش كان في حاجه مختلفه، تاني ماتش في حاجه مختلفه، تالت ماتش لعب بتشكيله ثالثه خالص اللي هو ماتش انجولا الاخير. بيبقى برضه يا جو في ظروف. يعني انت عندك مثلا الباك ليفت الاساسي للمنتخب محمد حمدي يتصاب في ماتش بنين، فيدخل مكانه احمد فتوح ويكمل هو البطوله لحد طبعا ما يتصاب في ماتش السنغال في السيمي فاينال. عندك لعيب زي محمد هاني يطرد في ماتش جنوب افريقيا، يفوت ماتش انجولا ويرجع تاني على ماتش بنين. فطبعا كان في، اعتقد كل اللعيبه شاركت، يعني ما كانش في ثبات في التشكيل. كمان كان في تغيير في طرق اللعب. انت حسام عبد المجيد مثلا بدا يدخل في ماتش كوت ديفوار لحد ماتش بنين بتلعب عمل ماتش حلو باثنين في جدا قلب يعني. الدفاع. حسام عبد المجيد كان مفاجاه بطوله بشكل كبير يعني. بس خليني اقول لك على حاجه برضه، يعني انت دي الكواليتي اللي عندك ودي الخامه اللي عندك والقماشه اللي عندك. فخلينا نتكلم بقى عن الكواليتي بتاعت اللعيبه نفسها. انت نفسك وصلاح كان بيطلع في المؤتمرات الصحفيه بيتكلم يقول لك يا جماعه احنا محترفين وربع، ومن ساعه ما كابتن حسام قال التصريح ده واحنا بقينا 3/4 على اساس ان ما حدش فيهم كان وقال بيلعب ان مع احنا فريق مش مرشحين ومش للفوز مرشحين. بالبطوله. وبص الفرق التانية كم محترف فيهم، يعني انت مع بتتكلم حق. السنغال حاجه و20 لعيب، وبرضه عندك المغرب يعني كله انت ما عندكش غير 3 محترفين فعلا اللي انت بتتكلم عليهم دول. ففي اختلاف ما بينك وما بين المنتخبات التانية، فرق كواليتي. ده بان بقى في نص النهائي لما وصلت للاربعه الكبار، انت بانت الكواليتي اللي عندك ان ده كان الليميت بتاعك وده اخرك. ده اخرك. وانت لو كنت هتعدي السنغال كنت هتعدي بدعاء الوالدين، اللي هو انت هتعدي وتقول تمام الحمد لله، بس كنت توصل النهائي تلاقي ماتشات مختلفه تماما. بص اختلف معاك في جزئيه صغيره جدا، وان خاصه الماتشات النهائيه لا بيبقى ليها حسابات تانية. كنت ممكن اوصل زي ما انت بتتكلم وانا في الحاله دي، بس انا لو اوصل فاينل عادي ممكن تكسب البطوله. الكره فيها كل حاجه وانت عارف ما انا الكلام ده. عارف. عايز اقول لك على حاجه كمان. بتتكلم دلوقتي عن المغرب وعن السنغال وعن المنتخبات اللي كانت في البطوله، اللي هي فرق فيها واضح ان في فرق كبير جدا بينها وبينها على مستوى الكواليتي وعلى مستوى كل حاجه. السنغال، وده مش مجازا الجمله اللي انا هقولها لك دي، السكواد كله محترفين. ايوه دي حقيقه. يعني مش مثلا في واحد او اتنين او لا، هو السكواد كله عباره عن محترفين. وانت تقدر ان انت تقعد معاهم يجي 80 دقيقه ولا 78 دقيقه ومقفل الجيم كده. يعني انت بطل، انت بطل، انت ايوه. وصلت للمرحله دي. انت عايز اقول لك على حاجه، شوف، وده مش تقليلا من الاسامي او من لعيبه المنتخب، ولكن انت شوف الاسامي اللي موجوده في منتخب السنغال. يعني قول كده، قول معايا. عندك ادوارد مندي، ساديو ماني، خالدو كوليبالي، مم. عندك بابي ديوف، في غير، وعندك ادريسا جاناجي، عندك وعندك مامادو سار، عندك اسماعيل مندي، صار، عندك اسماعيل عندك صار وساديو نداي، ماني، وعندك جاكسون. نيكولاس جاكسون. يعني عندك كتير اسامي قوي. كتيره جدا. واحد زي اسماعيل صار في ماتش المغرب في الفاينل وبينزل من على الدكه. انت متخيل؟ يعني واحد زي اسماعيل صار ده بيلعب في كريستال بالاس في انجلترا، وفي لعيب جامد جدا. شوف الرفاهيه. انت متخيل ايه الرفاهيه اللي هم فيها؟ لعيب زي مامادو سار، الناس كلها كانت مركزه طول البطوله على خالد كوليبالي ان هو عشان هو الاسم الابرز والاشهر. ولكن تعالى شوف واحد زي مامادو سار، لا جيل بيسلم جيل. ماني لما طلع بعد الماتش، انت كاريدو كمان في ماتش النهائي يعني صاب من بدري. انا يعني بقول لك شوف لعيب زي مامادو سار ده جنبه عامل ايه. شو انا بكلمك على مجموعه الاسامي اللي موجوده. في لعيب تاني احنا نسيناه، الحاج مليك ديوف، ده باك يا ليفت. نهار ابيض، باك ليفت لا عالمي. كان مقفل عبقري. على صلاح بشكل غير طبيعي. لا وفي ماتش الفاينل وطول البطوله لعيب مفيش كده. باك ليفت فعلا، دفاعا ده بيبين وهجوما. بقى نقطه الكواليتي اللي احنا بنتكلم عليها، ان اللعيبه كلها محترفه، اللعيبه شاربه من وهي صغيره، وهي محترفه اصلا في اوروبا، وبتلعب في اكاديميات وانديه وتاسيس اكاديمي جيد والكلام ده كله. فده كله اللي وصل الموضوع ده. لو تفتكر احنا من فتره كنا بنتكلم عن مين بمناسبه التاسيس الاكاديمي والنقطه دي، كنا بنتكلم عن المغرب.
لا مش المغرب بس، فاكر ما احنا كنا بنتكلم الناس فاكره ان المشروع المغربي هو وفي اللي السنغال. السنغال. الاكاديميه اللي خارج منها ساديو ماني مم. مين لو تفتكر؟ مم. جينيراسيون فوت اللي هي كانت حتى الفريق ده لاعب الزمالك من دي كام حقيقة، سنه. دي حقيقة. الاكاديميه بتاعته بتطلع كم لعيبه مواهب غير طبيعية، مواهب غير غير طبيعيه. طبيعية. الحاج مليك ضيوف، عشان في ناس كتير فاكره ان السنغال هي عباره عن الاكاديميه بتاعت جينيراسيون فوت اللي بتطلع اللعيبه لاوروبا. في اكاديميه اسمها مواد ويد. مم. مواد ويد من فتره كنت يعني ظهر لي الموضوع ده، فدخلت ادور عنه. مواد ويد دي يا جو اكاديميه طلع كم لعيبه لاوروبا. يعني هم مش بيعتمدوا على مصدر واحد من الاكاديميات اللي هي لا هم اكاديميه واثنين وثلاثه وعشرة زي ضيوف. ضيوف خارج من الاكاديميه دي، لعيب دلوقتي عنده 21 سنه، بس شوف يعني التصاعد في الفرق اللي لعب فيها لحد دلوقتي. مفهوم. لعب سنه 23 كان بيلعب في فريق في النرويج اسمه ترومسو النرويجي. 24 كان بيلعب في سلافيا براغ التشيكي. 25 بيلعب فين؟ ويست هام الانجليزي. 26 بطل افريقيا. شوف التسلسل ده على النجوم دي، على كل اللعيبه اللي هم مطلعينها لحد النهارده. مظبوط. ده بقى ياخدنا لنقطه تانية. ايه هي نقطه ايه بقى؟ ان انت طب ما تيجي بقى انت كمان تهتم بالمحترفين بتوعك. قصدك المحترفين اللي هم مزدوج الجنسيه، انت تهتم بيهم. عندك لعيب بيلعب في ريال اوفيدو، هيثم حسن. مظبوط كده. هيثم حسن لعيب كويس جدا واساسي مع ريال اوفيدو ومقدم مستويات رائعه مع الفريق. طب انا ليه ما ابصش اللعيب ده اللي انا احاول انتدبه عندي في المنتخب المصري؟ بشرط ان ما يكونش في اي مساومات في الاستدعاءات، في المشاركات، في الفلوس. معاك لان انا يعني انا مش عايز اقول انا واثق من الكلام ده 100%، ولكن بنسبه كبيره جدا في معلومات ان اللاعب بيساوم في الاستدعاءات والمشاركات والفلوس. ولو في اي مساومه في اي حاجه من الثلاث حاجات دي لا. مع احترامي لاي حاجه باين. بص اقول لك على حاجه، انت دلوقتي محتاج لعيبه من الكواليتي العاليه دي، تمام؟ مش بس يكون هو عنده رغبه ان هو يكون موجود. ما انا هقول لك نقطه. دلوقتي انت شفت ابراهيم دياز لما انتدبوه المنتخب المغرب، لما فارق كبير جدا. عملوا ايه؟ طبعا فارق معاهم. المغرب عملت ايه؟ طبعا بقى نجم وسط مجموعه من النجوم. لا فارق معاهم. المغرب عملت ايه عشان تجيبه عندها ان هو يختار المغرب؟ لا ده اول حاجه فلوس كتير جدا. عملوا له قصر هناك في المغرب، وان هو يلعب اساسي والى اخره. فادوا له امتيازات كتيره جدا لابراهيم دياز. فابراهيم دياز اختار ان هو يمثل المغرب. انا بشوف ان ده غلط. وهو ابراهيم دياز كده هو من جواه عارف ان هو مش هيلعب اساسي في اسبانيا، عشان كده هو اختار المغرب، فاهم؟ وبجانب الامتيازات اللي هم عملوه جابوه بطياره خاصه ومش عارف ايه والكلام ده كله، فحسسوه بقيمته. انا مع اي امتيازات حسسوه بقيمته، مفيش مشكله. حسسوه بقيمته طبعا، مفيش اي انه اضافه وانه كل الكلام ده مفيش مشكله. بس زي ما قلت لك ما ينفعش يبقى في امتيازات في زي ما قلت لك في الاستدعاءات. ما ينفعش يقول انا مثلا مش هاجي المعسكر ده، انا هاجي المعسكر اللي بعده. ما ينفعش يبقى في اي استثناءات في المشاركات. لا انا لازم اشارك او انا لازم العب اساسي، لا ده ما ينفعش. او يبقى في اي استثناءات في الفلوس او اي مساومات، ده ما ينفعش يكون موجود. انت عايز تكون موجود، انت هتلعب لمنتخب مصر. فكره ادي لك وضعك وادي لك برستيجك وان انت لعيب مهم، ده ما فيش اي خلاف. ولكن بعيدا عن الثلاث حاجات دي. ايوه ما انت طبعا، ما انا بتكلم في كده، بس انا بتكلم في حته برضو ان انت لازم تدي للناس دي وضعها وتديها الامتيازات اللي تحسسها ان هي منتميه للمنتخب الوطني. هاجي اكلمك في كذا نقطه كمان. في لعيبه كتيره جدا، ومش بتكلم في كره القدم بس، مصريين وبيلعبوا في منتخبات تانية. منتخب بقى قطر، منتخب الامارات، منتخب بحرين، ايا كان المنتخبات بره في اوروبا. طب ليه هم راحوا بقى هناك؟ بص السبب الرئيسي عشان ما نضحكش على بعض الفلوس، المادة. وحسوا ان هم هيتقدروا هناك وان هم يحسوا بقيمتهم بالظبط، وانه هنا فرص مشاركته مع المنتخب الاصلي او المنتخب الام ليه اكبر من فرصه مشاركته. حلو، يبقى انت بقى اشتغل هنا. يعني اتحاد الكوره يشتغل هنا كويس جدا في الملفات اللي زي دي، يعرف ازاي ان هو يعرف ينتدب اللعيب بشكل جيد وان هو يخليه ان هو يمثل المنتخب المصري. يعني على سبيل المثال هيثم حسن ده ايه مثلا؟ ما ممكن يمثل منتخب تونس طبعا، وارد جدا. مظبوط، ما استبعدهاش. فانت ليه؟ طب ما تكسبه انت، يعني اكسبه انت، واللاعب ممكن يكون ابدى رغبه ان هو يمثل المنتخب الوطني. طب خش بقى انت في الحته دي، يعني دوس في الحته دي. ماشي، بس لازم اللاعب يكون عنده الرغبه دي برضه. زي ما انا كاتحاد كوره او انا كمصر. وصلاح ممكن يساهم في الموضوع ده جدا على فكره. صلاح ممكن يساعد، طبعا. صلاح ممكن يساعد. بس انا عايز اقول لك على حاجه بغض النظر عن هيثم حسن، كمان في لعيبه تانية كتير مزدوج الجنسيه. انا شفت ان هم يعني ممكن يكونوا لفتوا انتباهي اكتر كمان من هيثم.
شفنا مع هو على الاسم الابرز يعني. هو الاسم الابرز، بس في لعيبه كتير جدا. في انا واحد هيثم بيلعب في برايتون، وفي كذا لعيب بيلعب في الدوري هيثم الانجليزي. بالظبط، هيثم كان البوابه بالنسبه لي اللي خلتني ابدا ابص في الموضوع ده. ابص في الموضوع. تيبو جابريال ده لعيب بيلعب في منتخب الشباب، لعيب جامد جدا، بيلعب في ماينز الالماني. تيبو جابريال بيلعب في نص الملعب، حته لعيب جامد جدا جامد جدا. ده لعيب ممكن يتحط تحت الميكروسكوب. عندك لعيب زي سليم طلب ده برضو بيلعب في نص الملعب، لعيب عنده 18 او 19 سنه، بيلعب في هيرتا برلين في المانيا، لعيب كويس جدا. انت لو بصيت هتلاقي في كتير قوي يا في محمد. لا في في كتير اسم قوي. بقى، اسم ده بقى ابرز موهبه من اللعيبه المزدوجه الجنسيه، سوني تشارلز بيلعب في بولتون الانجليزي. سوني تشارلز كان كابتن ميدو من فتره، اتكلم عنه. فانا اثار فضولي جدا الموضوع ده، قلت عايز ادخل اتفرج عليه. لعيب جامد جدا، واتفرجت على لقطات ملخصات ليه، كان بيلعب في وديه المنتخب مصر للشباب مع قطر. ابرز موهبه، وافتكر الاسم ده كويس. اللعيب ده لحد 10 سنين او 11 سنه كان بيلعب في اكاديميات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. طب يبقى حلو، يبقى واضح قوي، يبقى نتبنى بقى الموضوع ده ونهتم بيه بشكل جيد جدا. ايه اللي معطلنا بقى؟ مطلوب جدا. طب ما عندك كاس عالم داخل عليك اهو. لا انا مش بتكلم، بص ولا برضه عشان نكون واقعيين، لعيبه مبشره جدا ولعيبه مهمين جدا، بس طبعا مش لكاس العالم. انا بتكلم ان انت ابني بقى، ابني للي جاي بالظبط. انا دول اللي جاي. زي احنا دلوقتي عندك بطوله افريقيا السنه الجايه، ممكن تبني عليها بشكل كبير. اعتقد هيكون صعب يعني لسه. لا انت عندك فتره يا محمد، انت بتتكلم في سنه وشويه يعني، ما تدوس. ايه المشكله؟ ايه اللي يخليني اتاخر؟ ايه اللي يخليني اخد الملفات دي؟ المفروض تكون مفتوحه من بدري اصلا، يعني من سنه ولا 2 ولا 10 ولا 20. ايه اللي يخليني انا اخد الملفات دي عشان انا دلوقتي في كارثه؟ وانا في كارثه، انا في منتخبي غايب عن البطولات من سنين بالظبط كده، ومش عارف انافس بشكل جيد جدا، وكل ما اوصل فاينل اخسره. يعني انت فاهم احنا فين؟ انت عندك مشاكل. ما تقوليش بقى تمثيل مشرف وان انا اعمل كذا وكذا. لا يا عم، انا عايز شغل، وعايز ناس مهتمه بالموضوع جدا، مش يطلعوا كل شويه. اصل هقول لك على حاجه، انت بعد كل اخفاق في كل بطوله هي 3 حاجات بتحصل: مؤتمر المدير الفني، بيان من اتحاد الكوره يطلع يتكلم يقول لك احنا ان شاء الله هنبني للي جاي ومش عارف ايه، وعندنا خطه ورؤيه والكلام ده، وبرده من وزاره الشباب والرياضه. فانت عندك ال3 جهات دول بعد كل اخفاق في كل بطوله هو نفس البيان ونفس الاسطمبه اللي بتطلع. لا انا مش عايز ده، انا عايز شغل. ما اقعد بقى كل اخفاق واطلع اتكلم في نفس الكلام. لا يا جماعه، ما هو ده مش شغل. ده مش شغل زي ما قلت لك، احنا عندنا مشاكل كتيره جدا، بس انت عايز شغل. ما هو الشغل ده للاسف نتائجه مش بتبقى فوريه، نتائجه بتبقى بعد سنين وسنين وسنين. ما عنديش المشروع المغربي احنا كنا بنتكلم بدا امتى؟ المشروع المغربي بدا امتى؟ بدا 2008. ماشي. بدا يظهر نتائجه من 3 أو 4 سنين فاتت، صح كده؟ ابني بقى بالظبط. لكن ما تستناش نتيجه فوريه. احنا مش عايزين نتيجه دلوقتي، بس احنا عايزين نشوف شغل يطمنا ان اللي جاي احسن. بالظبط كده، انا عايز اشوف بوادر. ودي نقطه دي بادره تطمني انا كمشجع. يعني انا ابقى مشجع، طمني ان انا لا، انا بعد كام سنه انا هشوف جيل طالع ويقدر يشيل اسم مصر بشكل كبير جدا. احنا دلوقتي بنتكلم، وما بتكلمش على منتخب اول بس، على فكره انا بتكلم على المنتخبات السنيه كلها. ما هي خد بالك ده بيكمل ده. بالظبط. ما انا لو ما عنديش منتخبات كويسه في المراحل السنيه الاصغر، انا ما عنديش منتخب اول. صحيح. ما عنديش. مين اللي هيطلع؟ انت فاهمني؟ مظبوط. غير المحترفين المزدوج الجنسيه، شوف احنا دلوقتي طلعنا كام لعيب؟ طلعنا 3 أو 4 لعيبه، صح كده؟ ولو دورت هتلاقي اكتر واكتر، 10 20 30 كمان. غير دول بقى ما يبقاش برضو ما تبقاش مقتصر على المواهب او اللعيبه المحترفين المزدوج الجنسيه. دي حاجه من ضمن حاجات تانية. طبعا اللعيبه الشباب بقى تانية. لعيب زي حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم دلوقتي واحد طلع برشلونه، اي لعيب من دول يجي له فرصه انه يطلع بره طلعه. حمزه عبد الكريم، شفت كمان الملف بلال عطيه. حمزه عبد الكريم الملف بتاعه طول ازاي لغايه لما يطلع بره. طبعا موضوع طول جدا، حاجه يعني موضوع غريب. انت يا جماعه، طب انا دلوقتي عندي لعيبه ولعيبه مميزه ولعيبه موهوبه جدا، انا هسيبها في الدوري التعبان بتاعنا ولا اسيبها بره تطلع وتاخد حماس الدوريات الاوروبيه والاحتكاك القوي مع اللعيبه الجامده؟ شوف في الاخر ده كله هيبقى ماشي معاك على خطه ان انت تبني المنتخب مصر. بالظبط. بدل ما يبقى ما هو صلاح طالع منين؟ صلاح طالع من المقاولين. مقاولين العرب طبعا. مظبوط كده. طلع في سن قد ايه؟ صلاح طلع حوالي 19 سنه 20 سنه 19 20. راح بازل وبعد كده راح تشيلسي. بعد رحله كبيره جدا، رحله طويله جدا. شوف كم الاحتكاكات اللي خدها. ميدو نفسه طالع وهو عنده 19 و 18 سنه. احنا لسه بنقول ايه دلوقتي؟ مع لعيبه يعني كبار يعني. طبعا احنا لسه بنقول دلوقتي، بنقول ان السنغال في بطوله افريقيا الاخيره منتخب سكواد كامل عباره عن محترفين. انا مش عايز اطلع كل سنه واحد. انا عايز برضو كده. انا لما اروح العب السنغال بقول انا عندي مين محترفين؟ عندي محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد اللي هو قاعد بره،
بلعب بثلاث محترفين قصاد سكواد كامل عباره عن ومحمد مكون عبد من المنعم برضه محترفين. محترف، وكان كان مصاب الفتره اللي فاتت كلها. كان مصاب. مم. فده ما ينفعش، لا انا لازم يكون عندي عدد اكبر من المحترفين، نشجع المحترفين، نهتم بالمحترفين، مزدوج الجنسيه، لازم كل ده مطلوب. انا هتكلم معاك في نقطه كمان. انت بتتكلم انت مثلا ايه، عندك الاكاديميات اللي انت بتذكرها سواء جينيراسيو او ايا كان الاكاديميات، حتى اكاديميه محمد الخامس في المغرب. أيوة. فانت عندك اكاديميات كتير اهي شغاله ومش عارف ايه. فانت الاكاديميه دي ما بتطلعش لعيب واحد بس، انت بتطلع 10 20 30 40 100 لعيب يا عم. انت عندك مشكله ان انت مثلا كل 10 سنين ولا 15 سنه طلع لك محترف طفره واحد. ايوه ده محترف حقيقي. طفره. ايوه. هم بيطلعوا بالاعداد، انت بتطلع بالواحد. بس يا جو اللعيبه دي بتطلع امتى؟ بتطلع وهي عندها 6 سنين و8 سنين و10 سنين فيما فوق، لحد اقصى حاجه 15 16 سنه. مظبوط. احنا اللعيب دلوقتي بيبقى داخل في 28 سنه و29 سنه، ويهددك ان انا لو ما جددتش بالرقم ده انا هطلع بره وهروح اوروبا وهروح العب مش عارف فين، وجالي عرض من مش عارف فين. على فكره صح اوروبا كده؟ ما بتاخدش لعيبه كبيره. ما انا بكلمك في ما كده. بتاخدش لعيبه ما انا كبيره بكلمك في كده. يعني. انا برضو على ذكر النقطه دي يا اباني اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو من 8 عندهم 8 سنين و10 سنين وبيطلعوا بره والكلام ده كله. انت عندك مشكله كبيره قوي في مصر. ايه بقى المشكله الكبيره؟ ان انت عندك اللعيب بيوصل سنه 22 سنه و23 سنه و24 سنه ومش عارف ايه، لاعب ناشئ. لعيب ناشئ. انت متخيل احنا فين؟ كارثه. يعني دلوقتي مثلا في كام لعيب طالع في الزمالك، سكواد الزمالك حلو قوي، حلوين جدا يعني، الباك ما شاء الله رايت. عليهم، مواهب قويه جدا يعني. عندك محمد ابراهيم ده الباك رايت، لعيب باك رايت ممتاز. كويس جدا كويس جدا جدا ومبشر جدا. ربنا يحميه من الاصابات يعني. عندك الباك ليفت برضو احمد الخضري، برضو لعيب كويس جدا جدا جدا. عندك انس وائل، يعني بيقولوا عليه شيكابالا الجديد، فبرضو لعيب مبشر جدا. هسألك سؤال احمد بالمناسبه. صفوت 2008. عندك كذا لعيب يعني يجي منهم بشكل كبير جدا، بس انا ما اقولش عليهم ناشئين بقى يا جماعه. اللعيبه دي كانت هتلعب، هسألك سؤال، لولا ظروف نادي الزمالك الحاليه، الظروف الصعبه اللي الزمالك بيمر بيها، اللعيبه دي كانت هتلعب؟ لا. ما دي نقطه، ما دي اقول لك على مشكله. حاجه، اقول لك على حاجه. انت عارف في الدوري بتاع فيريرا برضو كانت الظروف مماثله بشكل كبير جدا، وايقاف قيد ومش عارف ايه، فطلع اكتر من لعيب دول جبنا بيهم الدوري. عندك حسام عبد المجيد، وعندك سيد نيمار، وعندك يوسف اسامه نبيه، وسيف جعفر يعني جعفر. فعندك اكتر من لعيب قدرت ان انت برضو تحقق بيهم الدوري. واللعيبه دي دلوقتي مبشره بشكل كبير جدا في ظل الظروف الصعبه بتاعت نادي الزمالك. لا لعيبه كويسه. ولكن هرجع لنقطه الناشئ. فانت عندك بره في اوروبا لامين يامال ظهوره ظهر امتى؟ عنده كام سنه واخد بطوله اليورو. ايوه بيلعب في اعلى ليفل، بيلعب في اعلى يعني ليفل. انت متخيل احنا فين؟ عندك ايرلينج هالاند ظهر وهو عنده كام سنه، امبابي وهو عنده كام سنه، امبابي واخد كاس عالم وهو عنده كام سنه. فانا بكلمك ان انت لا ما تقوليش لعيب ناشئ، انت ما تقوليش لعيب ناشئ دي خالص. عندنا ناس عندها 30 و29 سنه ولسه بنقول عليهم لعيب ناشئ. انت اللعيب اصلا المفروض ان هو من وهو في سن صغير يتصعد فريق اول وياخد الاحتكاكات المحليه والافريقيه او الدوليه بشكل عام، وتلاقي منه خامه كويسه. اديله الثقه وادعمه. بص اكون واقعي معاك، اكون واقعي. احنا في مصر هنا مش هنصبر، خاصه جماهير الفرق الكبيره، اهلي، زمالك، اسماعيلي. يعني ممكن الاسماعيلي ظروفه احيانا بتجبره. اسماعيلي السكواد بتاعه كله ناشئين، لسه هقول لك، ما انا بتكلم في كده، صغيره كلهم، ظروفه بتجبره على كده. بس اهلي او زمالك بيبقى الموضوع صعب، بيبقى الموضوع صعب جدا. ممكن الزمالك برضو خلال الفتره الاخيره اجبر على ده نظرا لظروف الماليه اللي بيمر بيها النادي. ولكن لا، طول عمرنا والاثنين بقى في افضل احوالهم، سواء الاهلي او سواء الزمالك، لا مفيش جمهور من الجمهورين هيصبر على لعيب ناشئ. بص من الاخر، انا من بدري خالص، انا في قطاع الناشئين في المراحل السنيه الصغيره دي اطلعه على بره على طول من بدري. زي ما بيحصل، زي ما قلت لك، في السنغال، زي ما بيحصل في المغرب. احنا عندنا في مصر الموضوع يا اباني في القطاعات اللي تحت السنيه مختلف تماما. ناشئين، براعم، اكاديميه، الكلام ده كله. انت دلوقتي واحد جاي لك من الصعيد، واللي جاي لك من قرى معينه القدره الماليه عنده ضعيفه شويه ومش عارف ايه وكده، انت عامل موضوع ايه؟ بتاخد فلوس. انت بتاخد فلوس. طب الموهبه اللي انت شايفها ممكن تطلع ومبشره بشكل كبير جدا. يعني الموضوع بقى بيزنس، سبوبه وش من الاخر. الموضوع بقى سبوبه، بقى بيزنس، صح؟ يعني انت فاهمني. فانت دلوقتي وصلت لمرحله ان القطاعات نفسها ما تطلعش لعيبه كتيره كويسه بكواليتي كويس. خلاص بقول لك على حاجه، ما تستناش حاجه بجد من اي حاجه بقى في الكره المصريه خلاص. لان لو الموضوع فعلا كده، ما احنا بص، الكره
مش فريق اول، اهلي وزمالك اسماعيلي، لا انا دلوقتي بتكلم على الفرق اللي جاي من تحت ده فين. انا ما عنديش القطاعات كلها مفيش حاجه جايه. لازم لها فلتره. انت شفت السنه دي المنتخبات المصريه لازم كلها لها كارثه. فلتره، لازم لها فلتره. القطاعات كلها لازم لها فلتره، بتاعت الانديه كلها بلا استثناء لازم لها فلتره. هرجع بقى لنقطه بمناسبه ان انت فتحت الموضوع ده. هو يعني ايه اصلا تاسيس اكاديمي بقى؟ مم. احنا عمالين نقول تاسيس اكاديمي تاسيس اكاديمي، يعني ايه؟ مم. يعني ايه؟ مم. انا الخصهم لك في 3 أو 4 حاجات. رقم 1 انتقاء المواهب. رقم 1 انت بتقول لي ان المواهب بيتم اختيارها عن طريق زي ما انت قلت كده السبوبه، مم. وان الموضوع بيزنس، صح؟ لا، رقم 1 انت في حاجه اسمها انتقاء المواهب يا ابني اللي تستحق. الكشافين اللي بينزلوا، لا الكشافين اللي بيروحوا يبصوا وانا اخد ده وده عاجبني وده مش عارف ايه، وفي الساحات الشعبيه والكلام اللي كان بيحصل زمان اللي كان بيطلع اللعيبه دي مش بنشوفه دلوقتي، ما بقاش ما موجود. بقاش موجود خالص. ما انا بقول لك فعشان كده انت عندك ندره في المواهب. ندره في المواهب. تاسيس اكاديمي يعني ايه تاسيس اكاديمي؟ رقم 1 بالنسبه لي انا، يعني بص كل واحد على حسب ما هو شايف، انا بالنسبه لي عباره عن 3 أو 4 أو 5 حاجات على بالكتير جدا، 5 حاجات بالكتير قوي. انتقاء المواهب اللي تستحق، مش ده ابن مين تبع مين جاي من طرف مين، ده رقم 1. رقم 2 الموهبه دي انت نجحت وخلاص وبقت موجوده معاك، مين اللي بيشرف على الموهبه دي؟ مين اللي بيدربها؟ مين اللي بيدرب الموهبه دي؟ يبقى برضو تاني حاجه اختيار الشخص المسؤول عن المواهب او عن تدريب المواهب او عن تطوير المواهب دي. مش ما يبقاش الموضوع ده اتعين مسك فريق مش عارف 2000 وكام وده مسك فريق طب اتعين ليه؟ بناء على ايه المؤهلات بتاعته؟ لا، انت المفروض الطبيعي اللي بيحصل في كل الدول، مش هقول لك الدول الاوروبيه، اللي بيحصل في افريقيا دلوقتي زي ما احنا بنتكلم عن السنغال او المغرب او غيرهم. على فكره الجزائر شغاله شغل كويس، الكاميرون شغاله شغل كويس جدا، جنوب افريقيا ولكن الضوء دلوقتي متسلط اكتر على المغرب والسنغال، وده منطقي. هرجع لك ان المدربين دول يكونوا واخدين دورات، واخدين رخص، واخدين زي ما بيقولوا كده اساينمنتس بتقيس جوده المدربين دي في تنشئه النشأة دي واللعيبه الصغيره دي. بيكونوا انا لازم اكون واخد رخص واكون واخد تدريب. رقم 3 ان لازم يكون هدف كل مرحله من المراحل السنيه الصغيره دي ان انت تصعد ما يقلش عن 5 ل 10 لعيبه للمرحله السنيه الاكبر. ده مهم. ما يكونش الهدف ان انا ادخل اي مسابقه، مثلا مسابقه تحت 16 سنه او مسابقه تحت 18 سنه، ان انا اكسب المسابقه دي وبس. برافو عليك. انا لازم الله هدف عليك والله اساسي العظيم. بالظبط. الهدف الرئيسي ليا اصعد من 5 ل 10 لعيبه، يكونوا ايه؟ يكونوا مؤسسين فنيا بدنيا ذهنيا تقنيا كل حاجه. انا الهدف بتاعي من قطاع الناشئين يا محمد والاكاديميه، انا الهدف منها ايه؟ الفريق الاول اللي هيخلي المنتخب الاول. برافو عليك. انا ما تقوليش بقى ايه اصل الفريق دلوقتي في المركز مش عارف ايه في بطوله الجمهوريه في بطوله مش عارف ايه الكلام ده المناطق. يا جماعه انا هدفي، ماذا بعد؟ انا هدفي ان انا من اللعيبه دول اطلع لي 5 6 10 لعيبه الفريق الاول او المرحله السنيه اللي بعديها. بالظبط كده. اما انا ما اجيش تقول لي ايه اصل يا جماعه لا ده الاهلي في مركز كذا، الزمالك في المركز كذا، بيراميدز في مركز كذا، الاسماعيلي في مركز كذا. لا، انا هدفي ان انا اطلع لعيبه. وبعدين ده هدف القطاع. هدف القطاع مش ان هو ياخد البطوله اللي هي دي، لا انا هدفي ان انا اطلع اللعيبه، ومنها طبعا المنافسه على البطوله ده بيبين كواليتي اللعيبه وكل حاجه، ولكن انا هدفي الاكبر ان انا افيد الفريق الاول، اغذيه باللعيبه المهاريه او اللعيبه الكويسه من القطاع ده ان هي تطلع تلعب فيرست تيم او ايا كان المرحله اللي هتلعب فيها. بالظبط كده. من الاخر الكور نفسه كله محتاج يتغير. الكور كله محتاج يتغير. طبعا مش هروح بقى معاك لنقطه ان اصلا حاجه دي برضو حاجه انا شايف ان هي مطلوبه ومهمه جدا. الملاعب البيئه اللي اللعيبه دي بتكون موجوده فيها من صغرها، من مثلا من هم عندهم 8 سنين و9 سنين و10 سنين ملتحقين بالنوادي بايا كان النادي الموجودين فيه. لا، الملاعب انت بتشوف الملاعب اللي اللعيبه دي بتتدرب فيها حاجه صعبه جدا. ملاعب من الاخر كده افتح نفس النشء او اللعيبه الصغيره دي على الكوره، على ان هو اصلا يبقى مركز، يبقى هو رايح التمرين او رايح المباراه او رايح ايا كان النادي يعمل ايه، هو رايح مبسوط، رايح عنده شغف، رايح عايز يعمل حاجه. مع ان انا ضد حته الملاعب دي. انت عندك الملاعب دلوقتي بقت على اعلى مستوى على فكره. اللي في لا يا جو، والله العظيم على اعلى مستوى. انت مش بتشوف يا جو ماتشات ده انت عندك كابيتان مصر لوحدها يعني. بس في ملاعب ضايعه. لا، ما انت كده اكيد هيبقى في ملاعب ضايعه على فكره. في اي دوله في العالم فيها ملاعب ضايعه اصلا يا جو. فكره ان انت تنظم مواعيد الماتشات او تدريبات في نفس مواعيد الدراسه دي كارثه. طبعا.
دي كارثه، انا ما ينفعش ده عشان كانت ازمه الواحد بيعاني منها يعني. طبعا انت بتشوف مم. دلوقتي لعيبه، ما تزعلش مني، ما هو لعيب بيلعب في انديه من وهو صغير، فده ما ينفعش، لان لان انت دلوقتي بتخلي اللعيب نفسه بيفكر اروح فين اني فيهم. بالظبط. فتلاقي لعيبه كتير موهوبه ممكن مثلا اهلها ما يرضوش ان هم التعليم يجوا عليه شويه، فلازم لا توازن ما بين الحتتين دول بس. لان اللاعب لما ما بيهتمش بالجوانب دي، بالجانب الدراسي او الجانب التعليمي بشكل عام، ايه اللي بيحصل؟ ايوه، بيجي في وقت من الاوقات خلاص هو ممكن يكون لعيب كوره جامد جدا مفيش زيه، هو بيتخير في الحته دي، خد بالك، ولكن يعني عقليا اهله ممكن يخيروه في الحته دي. تمام بيوصل ان هو لعيب جامد جدا، مم. ولكن لانه مم. مش مؤسس تعليميا بشكل كافي صحيح. وبيرتكب اخطاء بتخليه مسيرته دي موهبته الكبيره دي المفروض تخليه يكمل ل 35 سنه و36 و37 ويعمل حاجات كتيره جدا. مم. بيجي في وقت معين برغم موهبته الفذه دي، بيجي عند وقت معين لا. عامة بص يا بني، يعني لو جينا نتكلم في المواضيع دي كلها، يعني خلينا نكون واقعيين ونتكلم ان احنا محتاجين اصلاح بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاية. مش مجرد بيانات ومجرد شعارات بس احنا بنقولها كل شوية مع كل اخفاق بيطلع. طبعا انا دلوقتي عندي خلاص كاس عالم داخل عليه كمان كام شهر، فانا محتاج اعد المنتخب بتاعي كويس جدا. عندك ده ماتشات ودية تلعبها مع منتخبات كبيرة في شهر 3، دورة مميزة جدا. كويس ان انت هتلعب مع المنتخبات دي، تاخد الاحتكاكات بتاعتها، لان انت كمان خلي بالك انت بتلعب المنتخبات اللي قريبة من المنتخبات اللي انت هتلعب معاها في كاس العالم. بالظبط فانت هتاخد مثلا منتخب من اسيا، منتخب من اوروبا، منتخب من كده، فانت فاهمني. فدي كلها حاجات كويسة وبدلات كويسة جدا، ولكن انا مش عايز حاجات لحظية ومش عايز حاجات وقتية، لا انا عايز حاجات ابني عليها السنين جاية قدام. مش معقول ان انا اكون داخل على بطولة افريقيا الجاية برضو بنفس السكواد داخل وبنفس، لا انا عايز مواهب طالعة نقدر ان احنا نضمها بشكل كبير جدا مع المنتخب والكلام ده كله. فاتمنى من المسؤولين ان هم يهتموا مش بالكوره بس، على فكره انا ما بتكلمش الكلام ده على الكوره بس، انا بتكلم الكلام ده على جميع قطاعات الرياضه المصريه. لا احنا محتاجين اصلاح بشكل كبير جدا، فالموضوع هيبقى مهم جدا يعني الفتره الجايه ان هو يعني يتم وضعه في عين الاعتبار يعني. بص يا جو، لو فضلنا نتكلم من هنا لبكره احنا مش هنخلص زي ما انت عارف طبعا، عندنا ديفوهات كتير، عندنا مشاكل كتيره جدا، بس اعتقد ممكن النقطه اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده دي تبقى بدايه للحلقه اللي جايه من البودكاست. لازم هنتناولها بشكل مفصل جدا لان احنا عندنا كلام كتير قوي. نتمنى وان شاء الله يعني زي ما انت قلت كده تبقى بدايه، وان شاء الله الحلقه الجايه نقدر ان احنا نتكلم في الموضوع ده باستفاضه ونفيد بيه كل الناس اللي بتتفرجوا علينا. والنهارده كنت مبسوط معاك جدا كنت مبسوط جدا وكنا مبسوطين مع المدرج بيقول ايه.